قبل ما اسافر بكام يوم لقيت حد من المكتب عندي بيقول لي في زبونة بتسأل على ميكروسكوب. استغربت جدا ان زبونة بتسأل على ميكروسكوب، دي اول مرة تحصل عندي. فطلعت بنفسي ان انا اشوف ايه الموضوع. لقيتها بتسألني عن انواع الميكروسكوبات والخصائص بتاعتها وايه الفرق ما بين ده وده. فاستغربت، قلت لها انت شغالة في صيانة الموبايل؟ قالت لي لا، انا اخو جوزي هيفتح محل صيانه موبايل، ففكرت انا وجوزي نجيب له حاجه يستفاد بيها. وتابعت حضرتك على اليوتيوب ولقيتك انك بتاكد على ان الميكروسكوب دي ده حاجه مهمه ولازم تكون عند كل فني صيانه، فقررت ان انا اشتري له ميكروسكوب. بصراحه تفكير بره الصندوق بجد. انا اتمنى ان انا الناس اللي بتحبني يوم ما تفكر تجيب لي هديه تجيب لي ادوات استفيد بيها، بدل ما انا يجيبوا لي شوكولاتات وتورتات والحاجات اللي هي يعني لحظيا بتخلص دي. فانا من موقعي ده احب ان انا اطلق مبادره لكل الناس اللي عندها اصحاب شغالين في صيانه الموبايل او الكمبيوتر. كل اللي متجوزه او بتحب واحد شغال في صيانه الموبايل او الكمبيوتر، هاتيله تولز. والله العظيم هيحبك جدا لو جبت له تولز. لو عندك واحد صاحبك بيفتح محل، بدل ما تجيب له بوكيه ورد روح هات له فلاكس، روح هات له شيلد، روح هات له حاجات من ادوات الصيانه الصغيره دي. ولو انتوا مجموعه جمعوا مع بعض، وبدل ما كل واحد يجيب له هديه هاتوا له حاجه يكون محتاجها فعلا. هيحبكم وهيفتكرها لكم جدا صدقوني. شاركوا بقى الفيديو ده مع الناس اللي انتوا بتحبوهم عشان ياخدوا بالهم ويجيبوا لكم تولز بدل ما يجيبوا لكم الحاجات اللي هي ما منهاش فايده دي.